السلام عليكم. عارفين مين من الحيوانات اللي حس بالزلزال امبارح لما حصل؟ مش الديب، لا. الديب ما حسش بيه. زي ما انتوا شايفين ده كان جرو عندي وكبر شويه. خد يا ادي جرو الديب اهو، كبر شويه. تمام. وكان ده كان جرو صغير عشان بربي ديابه يكبروا فوق بسرعه قوي. طبعا دخلناه في البيت بتاعه، دلوقتي بس قفل الامان اهو. طب طالما الديب محسش يبقى مين اللي حس؟ هنا اهو النسناس برضه، ده المعلم محسش بأي حاجة. ايه يا حبيبي انت؟ الكلب ده لسه جاي جديد، ما كانش موجود اصلا ساعة الزلزال. الكلب ده جاي جديد، فساعة الزلزال اصلا نورنا وهو في الشارع، محسناش برضه بأي حاجة. طب مين بقى اللي حس بيه؟ تعالى اقولك. بص كده، اول ما نفتح ممكن نسمع صوت. المعلمين دول اللي مبوظين الدنيا، الجوارح. هي اول حاجه حسيت بالزلزال، انا ما حسيتش باي حاجه، بس لما جيت والدتي قالت لي ولا احنا كنا نعرف اي حاجه. مره واحده لقينا الصقور عماله تعمل صوت ويخبطوا في الحيطه، وبعدين لقينا كل حاجه بتتنزل في الشارع. فسبحان الله ان ربنا اداهم من علمه انهم بيعرفوا ان في زلزال هيحصل او في اي حاجه. لو حتى انت في بلد فيها مثلا موجات تسونامي والشغل ده، الحيوان بيعرف. وفي كلاب بتروح سايبه المكان وتقعد تجري، فاهم؟ فسبحانه. ودايما بنقول لكم الجديد والجديد الشديد، واللايك والشير والكومنت عشان الكل يستفيد. بس انتوا طيبين.